انا محتاجه الراجل. ما هو اصلا احنا هم نصين بنكمل بعض، ربنا فطرنا على كده بالظبط. لا انا انفع اعيش من غيره ولا هو ينفع يعيش من غيري. كل ده بيبقى مكابره، بس بتيجي في الاخر زي ما انت بتقول بتنهار. ولا انا رجعت في كلامي. طب دلوقتي بس يكون راجل. طب ما هو احنا على فكره احنا كلامنا عن الراجل. لا بص يا دكتور، احنا في برنامجنا ما بنتكلمش على اشباه الرجال، احنا بنتكلم على الرجاله بجد. انا عامل دراسه عنهم كبيره قوي والناس كلها بتتابعها. لا احنا ما في فرق ما بينهم كبير. الراجل اللي احنا بنشتريه، بس الراجل اللي احنا بنشتريه بيتمتع بصفات الراجل الكامله. اوكي صح كده. في سؤال دلوقتي، المشاكل اللي بتحصل بين الزوج والزوجه، ازاي انا اتفادى الاخطاء دي؟ يعني انا وصلت ان انا خلاص حصل بيني مشكله كبيره بيني وبين جوزي، ازاي ما اوصلش ان انا اقع في المشكله دي؟ اتجنب الحاجات دي ازاي واعمل ايه؟ طيب خلينا متفقين ان احنا عندنا حاجه استراتيجيه في العلاقه. ازاي؟ انا محتاج اعمل دايما اناليسيز، تحليل للشخص اللي قدامي. هو دايما بيحب ايه؟ امتى بيغضب؟ امتى بيكون فرحان؟ ايه اللي بيسعده؟ كل التحاليل، يعني بطريقه الشركات حتى في البيزنس، كل التحليلات بتدي النجاح في الاخر. انا ببقى عندي داتا في الاخر، ببقى عرفت جوزي، عرفت هو امتى بيغضب وامتى ايه اللي الحاجات اللي بتحصل دي، فببتدي اشتغل عليها واتلاشاها علشان ما تحصلش. لكن الست اللي ما بتعملش تحليل لجوزها دايما، هي بتبقى في الاخر بتوصله لمرحله تانية، ان في حد تاني بيخش يقول له مالك. طب دكتور، يعني بتدي فرصه للاخرين ان هم يصطادوا في الماء العكر. لا يعني هي مش حضرتك بتصطاد، عايز ما هي ست زيها، هي ست زيها. ان لو الراجل مال للكلام مع ست، بتبقى مراته هي سبب رئيسي، مش هنقول السبب، بنسبه 70%. بنسبه 70%. طبعا انت اهملت وحد تاني احتوى، هتروح لمين؟ طب قلنا الراجل هو ده، ما هو انت لازم تركزي عشان لا هو ما ده برضو لحد تاني. لا ما هو ده مش الدنيء، هو ياخد مكانك. ده مش الدنيء. لا كنت هقول طب واللي بيرد برضو وبينجذب برضو لشخص تاني وهي الست ماليه وعامله اللي عليها، ده راجل دنيء طبعا. دنيء الا في حاله واحده، اللي هي لو حب. يعني ايه يا دكتور يحب على مراته وهو متجوز؟ يبيع عشره عمر وصبر وسنين. معلش ما بعتش، ثانيه واحده بس يا جماعه. هو ربنا سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيتكلم عن السيده عائشه، هو كان بيحبها، فقال ده ما يملكوش، هو مش بايده. الحب في يا القلب، مقلب القلوب. ايوه هي ده ملوش علاقه، بس عشان نكون بننصف برضو يعني الراجل وبنتكلم. انا بتكلم في كل المشاكل اللي حصلت، بس انا لما بيجي لي حد النهارده بيقول لي طب انا فعليا حبيت، انا مش هجلده. طب يموت؟ لا طبعا. يعني ايه يحب على مراته؟ يا دكتور يعني انا في سؤال عايزه اعرفه قبل ما كتير. نختم. سؤال قبل ما نختم، عشان هم في الاعداد